ومفيش حاجه اسمها انا معايا حكم من محكمه ولا ينفذ، لان في حاجه طب اسمها احنا برضو جنح ناخد المعلومه عدم الصحيحه من تنفيذ. استاذ احمد. عايزه اخليكي معانا يا استاذه ولاء. استاذ احمد، مساء الخير يا استاذه ولاء، ازي حضرتك؟ احنا لا انا عايزين توضيح معايا. بس يا فندم، هو انا ازاي معايا انتقلت حكم حضانه الحضانه نهائي. لحضرتك مباشره؟ لا ازاي؟ كان في الحضانه سقطت عن الام وام الام لعدم الامانه ولعدم تنفيذ حكم الرؤيه ولاعتدائهم على موظف الرؤيه، وقصتي معروفه في مصر كلها. والحضانه مع والدتي لمده 3 سنوات. والام بتتنقل من سكن لسكن ومفيش كسر باب بيجي عشان خاطر اقدر ادخل واجيب الصغير، وبيتم التنقل بالصغير، والام عليها حكم حبس شهر لامتناعها عن تسليم الصغير. ده موضوع ما فيهوش جدال ولا خلاف قانوني اصلا. لكن هي الفكره فين؟ ان انا مش لاقي الطفل ومفيش آلية عشان خاطر اعرف استلم بيها ابني. ده اللي بيحصل. لكن استاذه ولاء لو هي حضرتها بتقول ان مفيش حاجه اسمها الكلام ده، انا النهارده اعدي عليها في المكتب اجيب لها الحكم وتنفذه لي وابقى معاكم في الحلقه الجايه، وابني معايا والاستاذه ولاء معايا. وانا مع حضرتك جدا طبعا. ده موضوع مهم جدا ان احنا نطلعه على الراي العام. ما كانش اتحكم على الام بشهر حبس لامتناعها عن تسليم صغير، والجده في نفس الطريق ان هي يتحكم عليها نفس الموضوع. يعني اصل انا ما بكلمش في حاجه، الحكم موجود على فكره، ممكن ابعته للاعداد يعرضوه عند حضرتك. ده حكم نهائي مش حكم اول درجه، حكم نهائي مستأنف باسقاط حضانه الام والجده لمده 3 سنوات لامتناع الام عن تنفيذ الرؤيه لعده سنوات. دي مشكله ثانيه طبعا، دي مشكله كبيره جدا معاك. عايزه اقول لك ان عدم التنفيذ ده. طب استاذه ولاء، انت شايفه ايه حل المشاكل دي؟ انا دلوقتي في حاجه اسمها اروح ما اجيب صوره رسميه من الحكم. ايوه. وبروح باسم الشرطه، خلاص، اللي هي تبع دائره سكنها، يعني سكن اللي صادر ضد الحكم، خلاص. أيوة. طب افرض اذا لم يتم تنفيذ الحكم عن طريق الاسم، بروح مديريه الامن. سواء مديريه القاهره او الجيزه. طب يعني الخطوه اللي تالي الاسم ان هو يروح يشوف مديريه الامن. في اداره تنفيذ الاحكام هناك، وممكن تقدم شكوى لو في اي حاجه متعطله، ممكن تقدم شكوى في مديريه الامن. والله ما نفذوش كمان في مديريه الامن، وده انا اشك فيه لان هناك بينفذوا الاحكام طبعا. في حاجه اسمها تبعت برقيه هنا للنائب العام. لو في عدم تنفيذ، يعني في كذا طريقه انت بتعرف تاخد بيها حقك. طبعا الامر هنا مش مطلق، لا في شرطه وفي تنفيذ احكام وكل قانون. شيء. في قانون ينفذ. ومن يتقاعس ممكن ان انت تتخذ اجراءات ضده. لو انا في محضر دلوقتي مش عايز ينفذ لي الحكم، ده في جنحه اصلا عدم تنفيذ حكم محكمه. يبقى ما فيش حاجه اسمها محضر مش عايز ينزل او في تقاعس من قبل اي مكان، لا انت عندك كذا جهه لاداره تنفيذ الاحكام. قلنا اسم الشرطه، قلنا مديريه الامن، قلنا النائب العام. فرصه ان انت معانا، فرصه يا استاذه ولاء ان انت معانا دلوقتي. تخيلي ان في يعني سيده بعتالي تقول لي ابو الاطفال هو اللي مش عايز يشوفهم، هو اللي بيمتنع ان هو يشوف الاطفال دي. هنا ده الظلم الكبير، ده الظلم الكبير للطفل نفسه. ان يبقى في الحاله دي الام دي تعمل ايه يا استاذه ولاء؟ هو للاسف هو بيسقط حقه هو. يعني ما فيش للاسف بند في القانون يجبر هذا الاب ان هو يجي الرؤيه. احنا عايزين بقى نعمل يبقى في قانون كده لازم الاب يجبره على الرؤيه. معاكي حالا دلوقتي، لازم نتكلم في النقطه دي. معاكي يا استاذه ولاء، اتفضلي يا فندم. يعني لا ما ينفع، ما فيش بند في القانون، ولذلك احنا نطالب بتعديل بعض بنود قانون الاحوال الشخصيه نظرا لخطورتها. اللي ممكن اطلع طفل عنده مشكله نفسيه، ممكن يرتكب جرائم في المجتمع، ممكن يطلع يعامل مراته مش كويس، يعملها بعنف او هل في قانون بيلزم الاب الممتنع عن مشاهده ابنائه؟ هل في قانون يلزمه بحاجه؟ محضر جلسه، لا ما فيش. في محضر بيتفتح يوم الرؤيه، خلاص. الام بتثبت ان هي حضرت، او الاب ان هو بيثبت ان هو حضر. لو هي ما جاتش بالاطفال 3 مرات يقدر يرفع اسقاط حضانه، وهنا القاضي ينذرها وعدم تنفيذ قرار محكمه وكل شيء، ويتخذ الاجراءات ضدها. طب هو كمان ما بيجيش، ممكن تثبت بتجيب صور من هذه المحاضر وبتحضر في الدعوه، وبيسقط عنه الحكم اللي صادر صالحه بالرؤيه اصلا.